اسمي ليلى، وأسكن في مدينة هادئة. أريد أن أروي لكم كيف اكتشفت في إحدى الليالي أن أختي ليست هي الشخصية التي أعرفها تماماً. لقد كان من الصعب جداً علي لسنوات طويلة أن أتحدث عن هذا الأمر، لكنني أدركت أحياناً أنه من الأفضل أن تواجه الحقيقة بدلاً من أن تخفيها. أنا بقيت أعيش مع أختي الكبرى، وذلك لأن والدينا كانا يعملان في الخارج ويعودان إلى البلاد في فترات متباعدة، وجدتنا التي ربتنا للأسف قد وافتها المنية. لا أعرف إن كان هذا أمراً جيداً، لكني عشت فقط مع أختي الكبرى، ومن المؤكد أنك تحظى بحرية أكبر. أنا لا أحكم على أختي بأي شكل من الأشكال، فقد كانت دائماً تهتم بأن يتوفر لدي كل شيء. حقيقة كان والداي يرسلان المال، لكن أختي هي من كانت تتولى كل تفصيل، ولم تكن يوماً تستخدم تلك الأموال لمصلحتها الشخصية فقط. كنا دائماً على وفاق تام، نذهب معاً للتسوق، وفي كل مساء نشاهد الأفلام، نتحدث عن أمور الفتيات. كنا حرفياً أقرب الصديقات. الشيء الوحيد السلبي هو أننا كنا دائماً نتناول الوجبات السريعة، لأن أياً منا لم تكن تجيد الطبخ، وفي منزلنا كانت الفوضى تعم دائماً. هكذا يكون الحال عندما لا توجد أم ترتب لك أمورك، حتى وإن كنت مراهقاً مشتتاً. لكن كل شيء كان على ما يرام، إلى أن تعرفت أختي سارة على رائد. كان شاباً يسكن في الحي المجاور، أكبر منها ب3 سنوات. كان غريباً جداً، أو لكي أكون صريحة ومباشرة، كان شاباً مستهتراً. لم تعجبني تصرفاته أبداً. كان يتسكع دائماً مع أشخاص مريبين، لا يحترم أحداً من الجيران، يترك القمامة في كل مكان، ويكسر الأشياء أمام البناية عندما يكون في حالة غير واعية. أنا وبكل تأكيد لم أكن موافقة على هذه العلاقة أبداً، لكن رأيي لم يكن يهمها. مهما أصررت كانت تقول لي: سيكون الأمر على ما يرام. هناك الكثير من الشباب المهذبين واللطفاء، وأنت تريدين الخروج تحديداً مع هذا الشخص. لقد رأيته مرات كثيرة مع فتيات مختلفات، لدي انطباع بأنه يستبدلهن كالجوارب. أخشى أن يستهين بك، وفي النهاية أنت من ستتأذين. كانت تجيبني: أبقي هادئة، سيكون كل شيء بخير. لا تتركي أحداً يغسل عقلك بقصص الشباب. يجب أن تدعميني. أنا فعلاً معجبة به، وأعتقد أنني أستطيع تغييره ليصبح إنساناً أفضل. قلت لها بحدة: متى رأيت شاباً من هذا النوع قد تغير؟ بجدية الآن سيصل به الأمر أن يغيرك أنت. قالت لي: لقد قلت لك سأدعمك في أي شيء، حتى في هذا الجنون، بل وأفكر في التحدث مع أمي وأبي بخصوص هذا الأمر. قالت بذعر: إياك أن تجرئي. من كان بجانبك عندما كان والداي يرسلان المال فقط؟ لقد كنت دائماً بجانبك عندما احتجت إلي. هل نسيت ذلك؟ ألم نعد بأن نكون متحدتين؟ لا تقلقي، لن يحدث شيء، ثقي بي فقط. قررت أن أقف بجانبها، ولهذا كنت أقول لنفسي إن كل شيء سيكون بخير. كان يجب أن أصدقها. مرت شهران منذ أن بدأت علاقتها برائد، ولم أرى تغييراً فيها. كانت لا تزال تلك الفتاة البسيطة والخجولة التي تلبس بتواضع وتحترم الجميع. كنت أقول هذا لأنني كنت أتوقع أن تتغير على الأقل لتبهر ذلك الشاب، لكن أختي كانت محقة في النهاية، أو على الأقل هذا ما كنت أعتقده حينها. حتى جاءت ليلة سمعت فيها صوتاً غريباً. نحن لدينا غرف منفصلة، لذا لم أكن أعرف ماذا تفعل أختي. انتابني الخوف، فجريت إلى غرفتها، لكنها لم تكن هناك. نظرت بسرعة من النافذة لأرى إن كان هناك أحد من سكان البناية، فرأيت فتاة ترتدي أحذية ذات كعب عال، ملابسها غريبة وشعرها أخضر اللون، أو هكذا رأيتها من الأعلى حيث كان الظلام دامساً. فكرت في نفسي: مستحيل أن تكون أختي، فهي لا تلبس هكذا أبداً. بدأت أشعر بالقلق. حاولت الاتصال بها، أرسلت لها رسائل، لكن دون جدوى، لم تجب. فكرت في الاتصال بوالدي، لكنني من ناحية أخرى لم أرد إقلاقهما، ولم أرد أن أخذل أختي، لذا انتظرت حتى الصباح. في حوالي الساعة 6 وصلت إلى المنزل. لم تكن ترتدي كفتاة عادية، وبدت مرهقة جداً، وكان هناك آثار مساحيق تجميل على وجهها. بكل غضب وقلق بدأت أسألها:
انتظرتك طوال الليل، أين كنت؟ هل كان يمكن على الأقل أن تردي على الهاتف؟ قولي لي أنك بخير، ما الذي يحدث معك؟ لماذا تبدين بهذا الشكل؟ قالت لي ببرود: اتركيني وشأني، كنت عند صديقة، هذا كل ما في الأمر. الآن لست مضطرة لتقديم تفسيرات لكل ما أفعله، أرجوك اذهبي لغرفتك ودعيني أنام، فأنا مرهقة جداً، وفي 9 يجب أن أغادر. قلت لها: هل تمزحين؟ هل تعتقدين أنني أصدقك؟ قولي لي، هل كنت مع ذلك الحبيب؟ قالت لي بحدة: وما شأنك؟ لقد قلت الحقيقة، إن أردت تصديقي فبها، وإن لم تريدي فلا. الآن أخرجي من غرفتي ودعيني أنام. لم أصدقها على الإطلاق، لقد سبق أن ذهبت لصديقاتها، لكنها كانت دائماً تخبرني قبلها، وفوق ذلك كانت رائحتها تفوح بالتبغ والكحول. كنت متأكدة أن هناك أمراً ما يحدث، فقررت أن أراقبها. كل مساء كانت تدخل غرفتها بعد منتصف الليل ثم تخرج. بدأت أنتبه لما يسمع بالضبط لحظة خروجها، لأنها بالتأكيد كانت تحرص ألا يصدر أي صوت. بمجرد أن أسمع أدنى خطوة كنت أنظر من النافذة وأراها دائماً، تلك الفتاة بالشعر الأخضر. دارت في رأسي ألف فكرة، لكنني كنت أعلم أنني لو واجهتها لن تعترف بأي شيء. تابعتها، وكان حظي أن الطريق كان قصيراً حتى وجهتها، وعندما رأيت المكان الذي دخلت إليه تجمدت في مكاني. أختي دخلت إلى ملهى ليلي، لم أستطع الدخول خلفها لأرى ماذا تفعل، لكن كان من الصعب علي أن أصدق أنها تذهب لتستمتع، خاصة أنها كانت تحمل حقيبة كبيرة تبدو فيها ملابس غيار. حينها أدركت أنها تعمل هناك. عدت إلى المنزل وانتظرتها. أردت الاتصال بأمي، لكنني أردت منحها الفرصة لتخبرني بنفسها، وعندما عادت قلت لها: أنا لا أزال هنا، قد يكون أمراً سيئاً، لكنه حدث بالفعل. رأيتك البارحة، رأيت المكان الذي دخلت إليه. هل يمكنك أن تشرحي لي لماذا تغادرين كل ليلة وتذهبين إلى ذلك الملهى؟ ولا تقولي لي أنك تذهبين لتستمتعي؟ لأنني لا أصدقك، أريد أن أعرف ما الذي تفعلينه هناك. قالت لي: لا أريد تقديم تفسيرات، أنت أصغر مني، ماذا كنت تفعلين في الشارع في ذلك الوقت؟ ولماذا لديك الوقاحة لتراقبيني؟ قلت لها: يا للعار، كنت أقلق عليك وأراقبك لأنك لست قادرة على قول الحقيقة. رأيتك تغادرين كل ليلة، فلا فائدة من الكذب، واعلمي أنك إذا لم تتحدثي فسأضطر للحديث مع أمي. قالت باستسلام: حسناً، أنا أعمل راقصة في الملهى، هل أنت راضية؟ هل هذا ما كنت تريدين سماعه؟ ليس أمراً أفتخر به، لكنني لم أكن أريد أن أتسول في الشوارع. قلت لها بصدمة: كيف يعقل حدوث هذا؟ لماذا تفعلين ذلك؟ والداي يرسلان لنا ما يكفي من المال، وكيف يعقل أن تقومي أنت بذلك؟ أنت حتى لا تحبين الذهاب للملاهي. حينها شرحت لي أنها فعلت ذلك من أجل رائد، من أجل لحظة جنون. قبلت أن تعمل هناك لتكون قريبة منه، على ما يبدو كان هو أيضاً يعمل هناك. كنت مصدومة كيف استطاع تغييرها لهذا الحد دون أن أنتبه. عملياً كانت فتاة صالحة في النهار، وفي الليل تتحول تماماً. من البديهي أنني تحدثت مع والدي، وعندما عادوا إلى البلاد اهتموا بأن يوقظوها على الحقيقة. ساعد الأمر أيضاً أن رائد تركها لأجل فتاة أخرى. الآن هي نادمة وتشعر بالخزي مما فعلت، لكن هذا ما يحدث عندما لا تحذرين مع من تصاحبين. إياك أن تفعلي شيئاً لا تحبينه فقط لتبهري أحداً، ستنتهين بالندم على ذلك.